هلو هلو، مساء الفل عليكم يا حلوين. معاكم رانيا سمير. طبعا يا ست البيت يا شاطره يا لهلوبه، لما تتفاجئ تتزنقي ويبقى عندك عزومه فجاه مفاجاه وتلاقي ناس جايه لك في الطريق تقول لك قدامي نص ساعه وابقى عندك، مش هتلاقي حل غير الاكله دي. سريعه جدا وبسرعه وفي نفس الوقت هتشرفك في عزومتك قدام الناس، وبسيطه يعني. بسيطه من حيث، مش بسيطه طبعا مش من حيث الفلوس، طبعا انا عارفه ان في مصر اللحمه غليت. هي بسيطه اللي هي ايه، بتاكل وفي نفس الوقت ايه سريعه، يعني ما بتاخدش نص ساعه على النار. هنعمل ايه النهارده؟ كباب حله ولحمه، هنعملها زي البفتيك بس هعملها بطريقتي. كل اللي محتاجاه، مش محتاجه اي حاجات خزعبليه النهارده، ولا هحط بهارات زياده في اي حاجه. كل اللي هحطه فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره ناشفه، وحطهم اصلا على البصل بتاعي المتمرد ده. كل اللي هضيفه بس بعد ما اللحمه تستوي على النار، هضيف عليها شويه ملح زياده. وعندي فلفل اخضر متقطع، عندي زيت، وعندي سمنه، عندي بتنجان وفلفل هدقلجهم. وبعد كده هحشيهم. الخلطه بتاعه الحشوه بتاعه البتنجان اهي، عباره عن فلفل اخضر مفروم مع بصل مع طماطم مع ليمون مع فلفلتين حرتين كده، وتفرميهم بقى في الكبه او تدقيهم في دهون وتستسهلي زي حضرتي. انا بكسل اطلع الكبه بصراحه ولسه هغسل الهون، سهل جدا في الغسيل. وعندي الطماطم الحمراء ديت المتقطعه دي، متقطعه دي اللي هتكون سبب تسويه الكباب الحله. يعني طبعا كباب الحله انتوا عارفين متحطلوش ميه كتير. يلا خليكم معايا نبدا الشغل بتاعنا ونقول هلو هلو. اللحمه وفرقتها مع شويه البصل، جزء من البصل اللي معانا. طبعا انا معايا حوالي 6 بصلات وسط، قسمتهم 3 هنا و3 هنا، وفرقتها كويس مع اللحمه ورصتهم كده. وهرفعهم على النار واحط لها شويه ميه، مش هتكتري الميه طبعا، حبه بحبه كده. لها ميه بقى وهسيبها تعيش حياتها تستوي. كل ما تحسي ان الميه بتاعتها قربت تنشف، ولو لسه ما استوتش هتزودي لها. وطبعا هي مش هتاخد وقت كتير، يعني انا جايبه نوع لحمه ما بياخدش وقت كتير. الزيت وحطيت فيهم البتنجان اللي هو اصلا انا غسلاه ومصفياه فاتحاه من الجنب، وهبتدي بقى ايه ادحرجه، احمره في الزيت. وبعد كده هحمر الفلفل، سيبه يبرد شويه عشان بعد كده اعرف احشيه كويس. ننزل بمعلقه سمنه كبيره حلوه كده وشويه زيت صغيرين، وننزل باللحمه تاخد صدمه. اقلبها اول ما تغير لونها اقول لكم اللحمه بتاعتنا خدت الصدمه اهيت، وبصوا بدات تنزل ميتها لوحدها. هنزل عليها الاول بالطماطم، عشان الطماطم برده الميه اللي تنزل عليها تساعدني على السوا. انا مش محتاجه احط على اللحمه دي ميه كتير. الطماطم وتسيبيها بقى مع اللحمه تاخد وتدي بشكل ودي، هتنزل ميتها. وفي الاغلب لو اللحمه بتاعتك صغيره هتستوي على طول، مش تحتاجي تحطي ميه. يمكن نحط ايه شويه صغيرين، بس انا فعلا انا مش حابه ان انا احط ميه، وبسيبها كده لغايه لما بتاخد ميه الطماطم، وبشوف بتاكد اذا كانت استوت ولا لا. لو ما لسه ما استوتش بزود لها شويه ميه صغيرين. اللحمه بتاعتي استوت نص سوا، انا حطيت لها بالظبط نص كوبايه ميه وهي استوت على طول مع الطماطم. نزلت دلوقتي الفلفل الاخضر وهقلبه، وبعدين هنزل بالبصله المتمرطه. نزلت بالبصله اللي عليها طبعا التوابل بتاعتي، وهقلبها معاها كويس واديها ربع ساعه على النار كمان، تبقى كده هي تمام واستوت وخدت كل التوابل بتاعتها. ليه يا رانيا حطيت التوابل في الاخر؟ عشان الكباب الحله بيحب يبقى التوابل بتاعته ظاهره فيه. بقى عايزه تنزلي عليها بمعلقه صلصه براحتك، عايزه تنزلي عليها بمعلقه باربيكيا زي ما انا عملت. انا نزلت عليها بمعلقه فلفل باربيكيا، هو بالنسبه لي احسن، انا مش حابه الصلصه فيها النهارده يعني. بس ونقول ايه، بون ابيتي، واصور لكم في الاخر. طبعا ده كان الشكل النهائي للاكل بتاعنا النهارده. البتنجان والفلفل اهوت، التتبيله بتاعته بطاطس مقليه، الكباب الحله، اللحمه المتحمره. اللحمه ما خدتش وقت جدا، يعني اللي هو يعني ايه اخدها نص ساعه بالظبط على النار، لان انا كنت مختاره حاجه صغيره يعني. واقول لكم بون ابيتي. وممكن نقدر نعمل جنبها مكرونه، نقدر نعمل جنبها رز على حسب ما احنا عايزين، لكن انا شايفه ان هو بالنسبه لي مش محتاجه. فاللي هو ايه، هناكلها بعيش وبالهنا والشفا على قلبنا وعلى قلب اللي هياكلوا معانا. وبون ابيتي. وكان معكم رانيا سمير، وسلامتي وتشاو بالكيكاو.